طيب أستاذ يعني لمن بصراحة كتبت يعني هذه الكلمات؟ ما اقول لك لم يعصر زوجتي، لانه انا ما اخاف منها. هي قالت لي لا تقرا شيء لحبيباتك اكسر رسلك، انا احترمها. ماذا عن زوجتك الثانية أم أحمد اللي اتصلت بها الصبح وذكرت تعرف كل اسماء زوجات الأخرى؟ نعم، لا أخرى هناك ثالثة، أنا أعرف اثنين زوجات. يعني يوجد امرأة ثالثة في حياة الشاعر؟ هل تسمع يعني أم أحمد وأم ياسر يسمعون الآن أستاذ جليل صبيح على الهواء يعلن عن اسم زوجة ثالثة هناك، وأيضا الرابعة بالطريق، يعني حسب ما يقول طبعا زميل المخرج فخري. الشرع يعني حل الأربعة والحمد لله. بس مع ذلك اليوم راح أروح للبيت أنام بالحجر. يعني قاسي اليوم تبادل يا أستاذ جليل. أنا ما أخاف منها، هي قالت أكسر رجلك، أنا أحترمها. ليس خوف يعني. طيب أستاذ جليل، يعني برنامج صباح الرياضية طبعا اللي مسؤول عن إعداده يأخذ منك وقت كبير، أو ربما يعني يشغلك عن زوجتك يعني أم ياسر وعن الأطفال أيضا. كيف يعني تنسق وقت يعني إعداد البرنامج ووقتك مع العائلة؟ أولا حيدر أكو معلومة، يعني عديت أسئلة لكل الضيوف بس ما حد قال لي أنت ضيف. تفاجأت نفسي، لقيت نفسي بالسعودية. شكرا لهذا السؤال، شكرا جزيلا. وحتى الأخوة المشاهدين يكونون بالصورة، هذه أسئلة عفوية جدا يعني أنفع أكون من تصرف شخصي من حيدر وثاني. شكرا لهذا السؤال الجميل أقولها بالصدق، لأنه مرات أطفالي ياسر وقيس الصغير بصفي بس ما أقدر ألعبهم مثل كل الآباء، لأنه مطلوب مني مثل صباح الرياضية بشكل يومي ساعتين. كتابة حلقة متى ساعتين تحتاج منك، تحتاج البحث، تحتاج أن ترجع لأرشيفك الصحفي. يعني معظم الضيوف وحضراتكم أدرى وبالواجهة دائما يقول لكم منين جبتوا هالمعلومات؟ وهذا الشيء يسعدني بصراحة، يغسل عني غبار التعب. لكن أيضا واجبات العائلية أحس مقصر بها، لا سيما وأنه عندي إعداد ثاني لصباح الخير يا عراق. أنا ومجموعة من الكتاب والمعدين في العراقية، يعني أعد صباح الخير يا عراق وأعد صباح الرياضية. الحلقتين من ينجمعن سوا لا البيت يدخل بالانذار، يعني عليهم توفير القهوة والشاي لأن هاي البنزين مالي. الأكل قليل بس الكتابة مستمرة. أحيانا أكتب حلقة كاملة ولذلك تتأخر عندكم مرات حلقات السجائر والشاي والدخان. يعني يتحول البيت إلى ورشة عمل، وكل الناس تنهي عملها تروح البيت ترتاح، أنا لا، من أنهي عملي أروح البيت أشتغل. تكمل عملك المطلوب. طيب مسألة يعني إيصال الحلقة، يعني هل تواجه بها صعوبة ربما بعض؟ ياما صعوبات ياما، يعني الوضع بالبلد الحبيب الكل يعرفه. أحيانا أنا بأسكن المدينة شعبية جدا، أحيانا النت ينقطع عن كل المدينة. نعم. أضطر أروح لأي منطقة ببغداد بالمغربية، أتأخر ل10 11 بالمكتب والإنترنت يجيني يابا أنت ما تريد روحك، أنا هم ما أريد روحك، أريد أروح العائلة. فالصراحة هو التعب جميل، يعني نشعر بالسعادة، نشعر بالفرح حينما نجد تواصل الناس وحب الناس بالرياضية. إشادات المسؤولين، إشادات السيد مدير شبكة الإعلام، اليوم سمعت لقاء حضرته يعني يشيد بصباح الرياضية. إذا مسوين شيء، هاي ردود الأفعال، هاي رجع الصدى الجميل. كل إعلامي يبحث عنه حتى يقوم تجربته. إذا هناك أخطاء ممكن حضرتك أدرى وثاني العزيزة أنه لما يلتقيك صديق يلتقيك حيدر اليوم اللقاء مالك أو القراءة مالك كانت سريعة لو 18. هاي الملاحظات مهمة بالنسبة لكل مجال إبداعي كل